كنا خايفين منه. ما بيساعد في تصريف الوارد حاجات الميه دلوقتي شوف مثلا بالنسبه للمحاصيل مثلا لو انا اخذت مثلا واسع عايز جرار يعني؟ بص بالنسبه للمشاريع قرب حبيبي عشان الاول قرب شويه عشان الاول. بالنسبه للمعدات اتكلمنا قبل كده. المشروع ده هو مثلا بيبقى فيه مثلا وليكن 100 واحد. 100 واحد دول حرفيا بيبقى فيه خمسه منهم عنده معدات. الجرار والخطاط والفجاج والمقطوره والكلام ده كله. طب ما كانش احنا بقى مجموعه بقينا مساحه كبيره بنتعاقد مع واحد او بنتفق مع واحد بمعنى اصح اللي هم في القريه عندنا هنا في العتبه يبدا يجي لنا يعمل لنا اللي احنا عايزينه بس. هي المناطق الجديده كلها كده بتبدا يبقى صعب في البدايه بس. يعني هي بس كده عايزه عزيمه واراده. احنا كنا نازلين مشروع الشجر هنا في نفس المكان جنبنا اهو. كان يعني المكان ما كانش فيه صاروخ ابن يوم. دلوقتي بقى الصلاه على النبي تنزلوا اكنك نازل مزرعه بقى لها 20 سنه. الكهرباء في كهرباء قريبه لنا هنا لسه بنعملها دراسه. بس دي بعد التشغيل بالطاقه الشمسيه. ليه؟ اكتشفت ان هنا ان في الكهرباء هنا في المنطقه ديت ان الكهرباء بتيجي 24 وبتقطع 24. غير المينيا ما بتقطعش. هنا بتقطع 24 لان بقى تقريبا في بيحترسوا من الناس. واخد بالك؟ بعض الناس بيلعب في الكهرباء ولا بيلعب في المره العداد او حاجه زي كده. استاذ مصطفى شغال في الكهرباء. شغل جنبه صح كده؟ بتعملوا كده صح؟ فالنهارده الاصل عندنا ايه؟ الطاقه الشمسيه. طب الكهرباء بعد ما يبقى المشروع اكتمل طاقه شمسيه هات شكل الناس مش لازم تركز عليها. بس اهم حاجه الصوت. بعد المشروع يكتمل بالطاقه الشمسيه ممكن احنا نعمل دراسه ونجيب خط حتى لو هيكلف 5 مليون جنيه على المشروع اللي معانا هنا 2500 في المكان ده يقف ببلاش. واخد بالك؟ المكان ده يقف 3 4 ساعه وتبقى الكهرباء ماشيه على الارض خالص. يبقى انا النهارده هستفيد من الكهرباء ان انا هسند فيها مع الطاقه وفي نفس الوقت ان انا زي ما بيقولوا كده هولع بقى الدار او هقيت بقى الدار بالمعنى الفلاح. يعني لو بنيت هيبقى الحوش بتاعك فيه كهرباء. لو عملت مزرعه فراخ هيبقى فيها كهرباء. هيبقى في مجتمع عمراني زي المشاريع اللي سلمناها مثلا في الفرافره. ده شرف ليا والله. كده بقى احنا سلمنا مشاريع في الفرافره. يعني دلوقتي بقت كوره يعني تنزل زي اي قريه في نفس الصيده. هنصورها الاسبوع اللي جاي لان هنبدا ننفذ نفس المشروع في الفرافره وفي كل الاماكن. اللي هو ايه؟ اللي هو مجتمع عمراني زراعي. يعني الناس كلها تبقى بانيه جنب بعضها على خط واحد على سكه واحده وفي نفس الوقت زارعين كل واحد في حاله. طيب واحد بيقول لك المواصلات هنعمل ايه في المواصلات؟ انا دلوقتي من الحوادكه انا بني غالب بني رافع بني مر انا جاي من اي حته اجي ازاي؟ اولا لو انت جبت لك موتوسيكل يبقى كتر الله خير. تمام هتروح وتيجي بيه. ما جبتش يبقى في برضه لو الحته دي فيها 100 مشترك 150 مشترك اقل حاجه في 10 معاهم عربيات وبيبقى في 20 معاهم تروسيكلات ويبقى الباقي كله معاه موتوسيكلات. لو انت حد كبير ما بتعرفش تسوق موتوسيكل او تروسيكل او حاجه برضه هتزرع وتقلع ويبقى مصالحك موجوده. ليه؟ لان الناس كلها بتبقى شبكه واحده. والناس كلها انت لو جيت تبص هتلاقي ده من اسيوط وده من الحوادكه وده من بني حسين وده من المعدة وده من بني محمد وده من سوهاج يعني بتلاقي العمليه شبكه. وبعدين بتصير بقى يعني هو نفسه بيصير اخوك وابن عمك وصاحبك زي ما احنا قلنا في الفيديو. يعني احنا قلنا بنقول ايه؟ انا واخويا وابن عمي وصاحبي هناخد منه واحد. مفيش. احنا كلنا كده جايين ناكل عيش. ما اظنش ان في واحد قام الصبح بدري من الساعه 4 وعامل حسابه يطلع معاينه عشان يطلع يشوف الارض الجديده ان هو جاي هنا يشبح. هو جاي عايز يتوسع عايز ياكل عيش. فالناس كلها بتبقى عايزه تاكل عيش فبيجي هنا زي ما يقولوا بيدوقوا وتاكل. وبعدين هنا احنا عاملين يعني موضوع ان انت تنجح بالذات في المشروع ده بتوفر جميع اليات النجاح. انت هتاخد الارض بالبيت عايز تستلم النهارده على راسنا من 60 يوم تستلم لو انت جاهز. طب انت مش جاهز عشان كده عملناها شرائح في الدفع. ممكن بعد 4 شهور. طب اركن في الصف ايه؟ لا معلش ده انا فلوسي النص النهارده والنص بعد 6 شهور. طب اركن في الصف الثاني. لا ده على لسان اركن في الصف الثاني. يعني اللي جاهز النهارده هيزرع النهارده. وبعدين زراعات تقليديه
يعني ممكن تزرع هنا كراويه، ممكن تزرع هنا توم، ممكن تزرع هنا بصل، ممكن تزرع هنا كمون، ممكن تزرع هنا كزبره، ممكن تزرع هنا ريحان. كل ده بالتنقيط وشبكه الري الحديث، وده الافضل. طيب واحد يقول لك بيع المنتج زي عندك بالظبط، انت هنا اي تاجر هيتمنى ان هو يجي لك هنا. بس اهم حاجه من النصايح اللي يعني اللي بننبه عليها دلوقتي، واللي وقعنا فيها قبل كده وبننبه عليها دلوقتي، موضوع السباخ. موضوع السباخ هو السماد البلدي الاصل الاصيل في الزراعه، ولكن لابد ان يعالج. طبعا استاذنا يعني انا مستحي اتكلم في وجوده، ربنا يبارك فيه. لابد ان يعالج عشان الحشائش وعشان النماتوده وعشان الامراض. يعالج. ممكن الباشمهندس يقول لنا نعالجه ازاي السباخ، لان السباخ بلانه في الاشجار يعني بطريقه غير عاديه، بلانه في الامراض بطريقه غير عاديه. فاحنا عايزين نرجع للاصل الاصيل، يا اما نعالجه يا اما نجيب سبله فراخ، تمام، يا اما يوم ما فيش خالص نجيب الكمبوست. هو برضه بيبقى زي الزفت، عايز برضه معالجه، لانه بقى ايه يعني بيطلعوه مسلوق دلوقتي. يعني بدل ما يسوق ياخد الفتره بتاعته يا باشمهندس، بيسلق ويعمل واخد بالك ويقلب على طول، يبقى زي السباخ، سباخ مفروض، واخد بالك. فاحنا برضه ده يعني من ضمن التنبيهات على اخواننا اللي هيجوا في الجبل. انا هاجي في الجبل وهفشل؟ لا مش هتفشل. انت بتزرع ارض، والارض دي من الاصول الثابته المنتجه، ولكن تحتاج الى رجال، تحتاج الى عزيمه، الى اراده، الى صبر. باشمهندس طبعا في الصحراء من زمان، وهنعمل معاه لقاء دلوقتي يدينا نصايح عن الاراضي الجديده. تحتاج الى ان انا ما اقعدش اسمع لحد كل شويه، واخد بالك. ولكن الفدان طول في عرض على 4200 بيديني فدان. الفدان 24 ايراد، الايراد 175 متر. هو فدان هنا زي عندك في البلد ورا، نقدر نستطيع ان تجيب منه هنا زي هناك، ولكن العلم اهم حاجه، العلم في الزراعه. ما نقعدش نمسك على الدقه القديمه كل حاجه، لا دي ارض قديمه وارض فيها يعني كائنات وفيها بكتيريا وفيها طحالب من ايام جدا، فبالتالي هي يعني تكلفتها اقل. عشان كده الناس يقول لك ان الجبل بيخرب البيت، لا هي القصه تسنده شويه في المصاريف، هيديك زي هناك بالظبط، بل واكتر بكتير. لو انت يعني انا اعرف ناس بيطلعوا كراويه ويطلعوا سمسم ويطلعوا كمون من الاراضي الاول زرعه زي دهيت اكتر من الاراضي القديمه. طب هقول لك على حاجه، وده دليل اهو منه فيه. اسال على جماعه بلطيم وعلى جماعه ايدكم، بياخدوا الارض زرعه واحده. يعني ممكن بتاع بلطيم يجي يتعاقد معانا على الارض ده ايه، واحنا لسه بنجهزها عشان خاطر ياخدها سنه، تمام، سنه واحده ويدفع فيها الشغل في الراجل من الهبل. احنا اول سنه دي بنقول مش نافعه. طب ازاي هو بياخد سنه واحده ويحط شبكه ويجيب خراطيم ويجيب ليفه والموله دي كلها؟ الراجل ده هيكسب ازاي؟ يزرع كنتالوب، يزرع بالعلم، عارف هو بيحط ايه. يعني بيحط السمنه بتاعت الفراخ ده ما يزيدش السمنه، صح يا باشمهندس؟ بيسمن التسمين المظبوط اللي يطلع له زراعه. القصه كلها مش في وسعه الارض. انت لو هتوسع في الارض وسع وازرع على قد الفلوس اللي معاك. يعني اشتري مثلا 100 فدان وازرع 10 فدان، اشتري 10 فدادين وازرع فدان. بس حافظ على الايه؟ حافظ على الاصل الزراعي بتاعك. هو الفدان هيزرع، ولكن هو لما زي ما بيقولوا كده يفرشح هيبقى الزراعه تعبانه. لما الزراعه تتعب هيزهق، لما يزهق هيزهق من الارض، لما يزهق من الارض كرهه، لو كره الارض كرهه. الارض بتفرح بايه؟ بصحبه زي ما هو. معاينه معانا جميله النهارده، انا واخويا وابن عمي وصاحبي، مشروع منفلوط، والمشروع دهوت معانا في المنيا بس لسه ما رحناش واعلنا، بس بنحجز دلوقتي، ومعانا في اسنا برضه بنحجز دلوقتي. ولكن احنا ما زلنا مركزين على منفلوط، لان منطقه منفلوط ديت مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها، لان الظهير الصحراوي بتاعها كويس والظهير الزراعي بتاعها قليل. دي حاجه موجوده هنا على فكره في اسيوط لو تاخدوا بالكم منها. فاحنا مركزين عليها اول ايام ديت. ربنا يبارك فيكم جميعا. هنتعرف على كل واحد، ولو حد عنده سؤال سريعا هنجاوبه، هيقول اسمه وايه رايه في الارض، ولو عنده سؤال اتفضل. عندك اي اسئله ولا حاجه؟
عملناها شرائح زي ما احنا قلنا، وممكن تخش الفدان ب 65. بس احنا عملنا لها جزئين، جزء الارض بالبير وجزء الطاقه بالشبكه. ليه عملناها على جزئين؟ عشان الجاهز يبقى جاهز دلوقتي يستلم بعد 50 60 يوم يكون زارع. اللي نص جاهز ممكن بعد 4 شهور. اللي كده فاهمني بعده بشهرين تانيين عشان خاطر الناس ما تعطلش بعضها. فدي الشرائح اللي عملناها. والشبكه احنا بنساعدك فيها، يعني ما نسيبكش، هنقول لك ده الكشف بتاعك بيقول 1 2 3 4 عامل كذا، بيجيبوا لك بسعر الجمله. برضه نفس نظام الطاقه احنا ملزومين نجيبها عشان التعاقدات وعشان الخامات والحاجات ديت، بنقول لك والله الطاقه دي عامله كذا لان القوه بتاعتها كذا، وانت بتسال بتلاقي نفس الكلام، واحنا جايبين اسعار اقل كمان. فهو شاكب راكب زي ما بيقولوا، ممكن يوصل ل 65 جاهز على الزراعه، غير تكاليف الزراعه طبعا. تكليف الزراعه لحالها بسعر الفدان بالشبكه بالقناه تصل الطاقه حدود 65 حصلت؟ ان شاء الله فرقتين ان شاء الله أخويا. التربه كويسه والدنيا تمام. ربنا يبارك فيك. يا الحاج تقول ايه؟ احسن ناس من بعيد. مركز بعيد. احسن ناس. الارض حلوه والله، وسكنت والله كما يتحبوا بالي. ربنا يبارك فيك يا ابو الحاج. ربنا يبارك فيك. انا حسن من حوادكه وشرفنا بسيادتك. ربنا يبارك ان فيك. شاء الله مشروع خير وبشرة خير، وان شاء الله ربنا ييسر الامور علينا وعلى الناس. ربنا يبارك كلها. فيك. حوادثك كلها في الفرافره. وعشاننا الكبير ان شاء الله نكون في زرعه كبيره ونزرع زرعه كبيره هنا، والفضل ليك ولله في الاول وفي الاخر وليك. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابو الحاج. الله يكرمك. استاذنا محمود شرقاء محمد علي، مركز ابنوب جزيره بعيد. احسن ناس. طلع سنه شيخ. ايه رايك في الوضع؟ ايه يا حسين؟ الوضع ممتاز مية مية، مع ان انا متابعه وعارف كل القصص دي. الدنيا دايره يعني. الحمد لله كويس والله. خير. ربنا يبارك فيك. فتحة خير باذن الله. حسن محمد من سوهاج مركز جرجي. احسن ناس. الله يخليك. ومشروع زين وتمام، ربنا يوفق ان شاء الله، بس المواصلات صعب. المواصلات عشان صعب. انت جاي من سوهاج. اه طب هقول لك تيجي ازاي بعد كده انا بقى. والدخله من اخر من ما هقول لك أنا. ولا جاي برضه صعب. صلى على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. هو الراجل ده جاي من سوهاج، هيركب ازاي؟ هيركب من سوهاج لاسيوط، ومن اسيوط للدخله، ومن الدخله ينزل على الطريق على اول الارض. مش مشكله بقى لو جيتوا الثلاثه دول ماشي، يعني اعتبرهم 4 كيلو. ماشي. لا مش مشكله لو جيتهم ماشي، او بيبقى الناس بقى هنا فاهمني، معاك رقم فلان رقم علان الوضع كذا. ها؟ مش كل يوم هيجي انا بتكلم لما يجي اول مره. كل يوم واحد شباب موتوسيكل اي عرض صحراوي وموتوسيكل بسيط. انا اقول لك اي عربيه صحراوي راح اقرب محافظه، اي مثلا مني، عشان ما تبقاش المواصلات غاليه عليك. لو عربيه مصر تركب المنيا صحراوي تنزل على دماغ الارض، لو عربيه نقل هتجيبك لحد اول الارض. الثانيه هتلاقي نفسك وصلت؟ في عربات عجيبه الوادي، ممكن نركب على طريق الوادي. تركب على طريق الوادي وتنزل هنا. سهله ده. اه ايه رايك في الارض؟ الارض ما شاء الله والناس الزينه، وان شاء الله ربنا يوفق يا باشمهندس. ربنا يبارك بس فيك. 65 ثقيله. احنا بنقول اصل النهارده الخامات غاليه، فاحنا عملناها شرائح. ممكن انت تعمل ايه بقى؟ اتفضل. ممكن تاخد روشته جميله، ماشي. تاخد مثلا 5 فدادين وتزرع منهم فدانين، تعمل شبكه الفدانين، والسنه الثانيه تعمل شبكه للثلاثه التانيين. لو في تسويه باللود انا باشمهندس اه تبع الشركه ولا تبع صاحب الارض؟ لا صاحب الارض بقى لو عايز يساوي يساوي، بس الافضل ان الارض دي اصلا طبيعتها مستوي. هات الارض يا حبيبي، طبيعتها مستوي، يعني عدم اللعب فيها احسن. الارض معمول لها مصافي داخليه، هتلاقي نسبه زلطايه بسيطه كده تحت بعد 2 3 متر مع الترابه. دي بتعمل تصفيه، دي جربناها في الشجر هنا في المشروع الثاني. تظهر معاك انت كنا لا ما انت بتزرع هنا في التربه اللي هي دي، فاهمني؟ بعد متر ونص هتلاقي زي بعد زلطايه كده، تحس ان سبحان الله رباني صرف رباني. ده جربناه في الشجر معانا في المشروع هنا، الشجر بتاعها سبق الشجر بتاع دشلوط. ارض دشلوط ما فيهاش الزلطايه، نفس التربه ما فيهاش الزلطايه. والحاج ابراهيم معانا خلي بالك معاه ليه ارض هناك وارض هنا، واخد بالك؟ فتلاقي الارض اللي هنا سبقت اللي هناك، فالافضل انك تسيبها على طبيعتها العاديه. في على الوضع يا باشمهندس هاي. لا ده بسيط، على وضع بسيط. على وضع بسيط. عمر يعني يا شيخ. منين حضرتك؟ احسن ناس.
بتاع تلفت البرد كده والكلام دوت، بس انا عايز افهم التجزئه. يعني انت بتقول يعني مثلا هدفع مثلا الارض لوحديها وهتسيبني مثلا، يعني لما تيجي تسلمنا مثلا الارض على الطاقه هدفع قبليها ولا لما تسلمني؟ لا هدفع. احنا دلوقتي بنقول طبعا انت هتنحط في الشريحه ان هي الشريحه ده اهي، بنجيب الصف ده كله واخد بالك ونقوم ضاربين عليه تك 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 تك. احنا عايزين نركب القطعه في بعد 30 يوم من تاريخه. تمام. مثلا معاك ال 25 يوم جايز فلوسك، الخمس ايام بتركب الطاقه. اصل هي القصه كلها ابوها فلوس. تقوم جاي عادد فلوسك، تقوم جاي محمل حاجتك، بيجي يركبوها بتصب بتشغل. طالما البير خلص والارض اتقسمت والسكه الوسطيه اتعملت واخد بالك، وبقى معروف الشرايح كل واحد شريحته، خلاص ما عادش هي الطاقه تركب وخلص الكلام. معلش سؤال تاني. بالنسبه طبعا كده البير هيطلع منها خط رئيسي، خط رئيسي طوال. جميع اه ده بيتقسم على الناس برضو ولا الخط الرئيسي بيتقسم على الناس هو والطاقه جزء لا يتجزأوا من بعض. الخط الرئيسي والغاطس والواح الطاقه الشمسيه تريح دماغك. تبع بعضهم دول انا بجمعهم مع بعض، عاملين مثلا جنيه على عدد الفدادين، بيعمل كل فدان باريس، كل فدان 15 قرش، يبقى كل فدان مطلوب عليه 15 قرش عشان تاخد المخرج بتاعك بالغاطس بالطاقه، يبقى المخرج بتاعك طالع على اول الرقم بتاعك. انت بقى عملت شبكه داخليه ما عملتش، دي مش بتاعت حد. كده تمام انا مرتاح فيها. وصلت؟ عملت تنقيط، عملت رش، مش بتاعت حد. كم ساعة مثلا في اليوم؟ بتقوم جاي قاسم عدد الساعات على عدد الافدنه، بتعرف ميعادك. واحد يقول لك انا ايه الميه هتجيله كل قد ايه؟ الميه اعتبرها هتجيلك كل يوم ويوم. طب اقول لك انا عايز ميه كل يوم، اصل انا زارع مش عارف ايه ولازم اجرع عليها وبالليل. يبقى انت النهارده تعمل لك بركه محترمه وتقوم جاي واخد الحصه بتاعتك حاططها، هتاخد الميه من بركتك في اليوم اللي انت واخد، هتروي مباشر في اليوم اللي انت واخد فيه الميه، وتحط شويه في البركه تاخدهم تاني يوم. حوض. وصلت؟ يبقى انت كده عندك بركه او حوض بتسقي منه بهايمك من غير ما تقول لحد انا. بس في موضوع حنفيه كده في العموم ديت بتبقى على الكل. حنفيه كده توصل منها للبيت، توصل منها المواشي للفراخ، دي ممنوع المساس لها خالص. يعني ما حدش يقول لك اقفل الحنفيه اصل انا بروي. دي عملناها نظام وبتطبق عرف سائد. يعني الميه في الخط العمومي كله، بس ما حدش يفتح المحبس اللي داخل عليه الا في ميعاده. بس ينفع ان في حنفيه من الخط العمومي داخله عندك، بس اوعى تعمل منها بصل قدام الدار وخاص، وتعمل منها شجر قدام الدار وتحط الخرطوم بعد ما عيش. لا هي دي في ناس عملوا الحركات دي. لا للمعيشه دي خلاص. دي للمعيشه. انت راجل استهلاكك في اليوم انت وعندك شويه فراخ، يعني بقى اهلك يعني وبيتك، وعندك شويه فراخ وعندك شويه بهايم، استهلاك القصه دي كلها مثلا في اليوم خزان 100 ميه يعني. تمام؟ لو احنا عندنا 50 واحد ب 50 ايه؟ 50 خزان. تمام؟ مع عمر بقى في 50 واحد، اعتبر استهلاكنا 30 خزان. 30 خزان ما ياثروش معايا حد ايه؟ في ايه؟ لان هم 50 متر. وصلت؟ الحب يعني يبني نته ويجيب ناس وعياله وعزوه ابني وناس وعيالك وعزوتك، ومجرد ما بتنزل الطوب بتلاقي السيد ومحمود وعلي ومصطفى وجزر كله عايز يبني زيك. مش حكومه تتهد له. لا طبعا لا ما انتش وبقى شيله خرسان. لا ما البنايه اهي، البنايه ما انتش هي الحكومه لها فلوس، حق الدوله. بيجي بيعمل معاينه بيقنن الارض باسمك، انت بتدفع حق التقنين. انت حته ده اسمه حق تطوير. طب يعني انما حق الدوله ده حاجه ثانيه. ان حق الارض دي حقين، حق التطوير وحق الايه؟ وحق الدوله. تمام؟ حق الدوله يعني هيوصل لحد 35 في المكان ده، من 35 ل 45، ولكن بيبقى بالتقسيط. لما تيجي تبص مثلا يعني لما تدفع جزء منه وتاخد عقد يبقى دائم من الدوله ويبقى عليك فلوس تدفعها حته بيبقى افضل بكتير من انك تقول انا مش عايز ادفع. لان بعض الناس يقول لك انا عايز اقعد كده وخلاص، ما ينفعش. لازم يبقى معاك برضه حاجه اسمها تمليك الارض، حاجه اسمها حق الدوله، حاجه اسمها الاملاك زي ما بيسموها في بعض الاماكن. فدي لما تبقى موجوده معاك حاجه كويسه وسند قوي ليك ولاولادك من بعد. حضرتك انت كده مش بتدي عقد غير لما الارض تتزرع
انت بتاخد عقد تطوير، انت معاك عقد تطوير. يبدا التقييم. بعد كده بتيجي اللجنه بيبدا التقييم. اللجنه ده هتيجي مثلا بعد سنه، بعد سنتين، بعد سنه ونص، لما الزرع ينتج. لما الزرع ينتج، عشان ما تبقاش انت حارس على نفسك. نعمل معاينه. نعمل معاينه بتيجي على الناس كلها، بنودي الملفات بتاعت الناس. المقصد يا باشمهندس عبد الحاج ان هبني بيت. بدايه ما هبني البيت حد يتكلم معايا في شيء. لا بس القرار الوزاري بيعتبر المشاريع التاجرة المزارع الانتاج الحيواني. الانتاج الحيواني ايوه، كل المشروعات دي تعتبر مشروع زراعي مشروع زراعي حيواني ده. يعني ابني براحتك واعمل براحتك مفيش مشاكل. وبجيب لحضرتك القانون الوزاري ده هو ايوه القرار الوزاري ده الله ينور عليك. عاوز ابني بيت واعمل مزرعه مفيش فراخ، أي عاوز ابني مشاكل. مفيش أي مزرعة مشاكل. مواشي. البيت ده منصوص فيه 2% مثلا يمكن قالها 2%. ف 2% احنا بانيين في المشاريع الثانيه. شوف 2% يعني لو خدت معانا، لو جيت معانا يعني. مشروع دشلوط، معانا مشروع هنا، مشروع منفلوط، هنروحه برضه. في بعض الناس بني، بس عشان مشروع شجر بيبقى معمول للناس المسافره ما بيبقاش باين قوي. بس معانا في دشلوط شجر وتقليدي الناس بانيه، يعني معانا فوق ال 30 35 بيت، ومشروع بقى له سنه ونص. واخد بالك؟ لما يبقى سنه ونص وعندك 35 بيت واللي عامل مزرعه فراخ. معايا واحد من صحابي عامل مزرعه فراخ، واخد بالك؟ اسمه حاج ابراهيم اللي في العالة قبل منك دي. انا ايش يقول له روح نجلس. لا، هو المجلس بيجي لك بيقنن دي ودي، بيحسب لك بتاع ده مزرعه، بيحسب لك بيت،